تقطيع البصل دي معركة فعلا صعبة جدا. النهاردة انا جاي اقول لك ازاي تقطع البصل من غير ما تعيط وكله بالعلوم. اهلا بيك في لايف هاكس المتحف العلمي. قبل ما اقول لك ازاي تقطع البصل من غير ما تعيطي، هقول لك اصلا ليه بتعيطي لما بتقطعي البصل. انتي لما بتقطعي البصل انت فعليا بتقطع في الخلايا بتاعت البصلة، ومن ضمن الحاجات اللي موجودة في خلايا البصلة حاجة اسمها المواد المتطايرة. دي مواد لما بتطلع في الجو بتفضل تنتشر. طيب دلوقتي ايه الحل يا شيف جو؟ هقولك ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. اول حاجة قبل ما تقطعي البصلة تحطي البصلة تقريبا 30 دقيقة في التلاجة. هتقولي لي ليه؟ ده سؤال حلو جدا. علشان الخلايا بتاعت البصلة تبدأ تتجمد او تسقع، فالمواد المتطايرة ما تبقاش نشطة زي الاول، فلما تقطعي البصلة المواد المتطايرة انتشارها يقل وما يحصلش الحرقان. واعتقد كده دلوقتي انت عرفت ازاي لما تيجي تقطع البصلة او تقطعي البصلة ما تعيطيش. والف هنا يا معلم.